من بعد ما وصل سعرها 150 جنيه فقررت اعملها في البيت ب10 جنيه بس. طريقتها سهله جدا وبسيطه، بس تتبع كل الخطوات علشان تطلع معاكوا زي اللي انتوا بتشتروها من عند العطار. فيلا بينا بقى نقوم بتحضيرها. الشطه الحاره اللي مولعه نار. وقبل ما نقوم بتحضيرها، من فضلكم اللي لسه مشتركش في القناه يشترك، علشان بجد اشتراكاتكم دي بتفرحني جدا وبتدعمني وبتخليني اعمل معاكم وصفات احلى واحلى. اول حاجه لازم نعملها قبل ما نعمل الشطه هو اختيار نوع الفلفل. الفلفل الاحمر ده الطويل اللي انتوا شايفينه ده هو اللي بيتعمل منه الشطه، مش اي فلفل بيتعمل منه الشطه. هو ده اللي بيديكي لون احمر، وكمان بيكون حراق ومولع نار. هو ده بقى اللي بيتعمل منه الشطه. هنجيب الفلفل الجميل بتاعنا، هنغسله كويس وهنسيبه لغايه لما ينشف معانا تماما. اهم حاجه ما يكونش عليه ولا نقطه ميه. ولو كنت مستعجله ممكن تنشفي الميه اللي عليه باي منديل او اي فوطه، بس اهم حاجه الفلفل ما يبقاش عليه ولا نقطه ميه. وعلشان تبقي شاطره وموفره ومدبره كده، تختاري الموعد اللي بيكون الفلفل في السوق كده رخيص. ما تروحيش تجيبيه وهو غالي ب25 او ب20 جنيه. في ساعات الفلفل بيكون ب5 جنيه، او الكيلو ونص كده ب10، او ساعات بيكون ب8. فهو في الوقت ده كده انت بتشتري الفلفل، اوعي تشتريه وهو غالي. زي ما انتوا شايفين كده انا خدته غسلته ونشفته كويس. وهتاخديه بقى وهترصيه على الصينيه او على اي صاج او على اي حاجه متوفره عندك في البيت، بس اهم حاجه ترصيه بالشكل ده كده علشان كله ينشف في وقت واحد. علشان لو حطيتيه كله على بعضه، في ساعات اللي فوق بيكون كده ناشف واللي تحت بيكون طري. فاهم حاجه ترصيه في الصينيه زي ما انتوا شفتوه كده جنب بعضه. وفي طريقه تانية كانوا زمان بيعملوها، بيجيبوا الابره والخيط ويدخلوا الفلفل بالشكل ده كده في قلب الخيط، وكانوا بياخدوه يعلقوه في المطبخ لغايه لما الفلفل ينشف معاهم تماما ويستخدموه. وطبعا ما كانوش بيفرموه ولا اي حاجه، كانوا بيستخدموه كده وهو سليم. وطبعا كان بيستخدم كده في عمل الطواجن. لما تيجي تعملي طاجن كده جميل وتحطي قرنين فلفل كده ناشفين، بيدي كده نكهه جميله وبيعزز من طعم الحاجه اللي انت هتعمليها. اذا كنت هتعملي طاجن او خضار او محشي او اي حاجه، الفلفل ده بيدي للاكل نكهه جميله جدا. انا عايزاكم تجربوه تعملوه في البيت علشان بجد هتنبهروا بجماله. ده شكل الفلفل بعد ما نشف معانا تماما وبقى جاهز علشان نعمله شطه. تعالوا بينا نتكلم شويه عن طريقه تنشيف الفلفل الصحيحه، علشان تحافظي على لون الفلفل ويفضل معاكي احمر كده وجميل، ويبقى لون الشطه بتاعتك كده حمرا كده وجميله. وهناخد بقى الفلفل الجميل بتاعنا بعد ما رصيناه على الصينيه او على الصاج، وهنطلعه في الشمس. طبعا الشمس بتكون كده في اوقات معينه شديده الحراره، وهو الوقت ده اللي احنا هننشف فيه الشطه. طبعا الوقت ده بيكون الصبح كده من الساعة 9 لغاية الساعة 12، بتكون الشمس شديدة الحرارة. وساعات بتكون من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 2 أو 2 ونص كده. في الوقت بتاع الظهرية ده برضو الشمس بتكون شديدة الحرارة. فهو ده الأوقات اللي انت بتنشفي فيها الفلفل، الوقت اللي بيكون شديد الحرارة كده. علشان الفلفل ينشف معاكي بسرعة، فأهم حاجة تحطيه في الوقت اللي الشمس بتكون شديدة الحرارة فيه. وطبعا لما الشمس بتروح انت بتدخلي الفلفل جوه، واوعي تسيبيه بره علشان الندى ما ينزلش على الفلفل والفلفل يسود معاكي. وطبعا هو بياخد يومين 3 كده على لغايه لما ينشف معاكي تماما ويبقى بالجمال والحلاوه دي كلها. هناخده بقى وهنشيل العنقود اللي بيكون فيه من فوق كده، اللي بيكون اخضر ده كده. طبعا احنا بنسيبه في الاول علشان بيكون مادة حافظه كده للفلفل، علشان الفلفل ما يعطنش معاكي او يبوظ معاكي بسرعه. فاهم حاجه تسيبيه، ولما ينشف معاكي انت بتشيلي العنقود الاخضر اللي بيكون فيه كده من فوق. زي ما انتوا شايفين انا جبت كده المفرمه اللي انا بفرم فيها التوابل، وهنحط الفلفل بقى وهنفرمه لغايه لما ينعم معانا تماما ويتحول الى شطه. زي ما انتوا شايفين كده انت بتحطي الفلفل الكميه المناسبه على قد الكبه بتاعتك وبتقفليها وتفرميها لغايه لما ينعم معاكي تماما. وطبعا انا بفرم نص كميه الفلفل اللي انا عاملاها، والنص الباقي انا بحطه في برطمان وبقفل عليه كويس، علشان لو عايزه اعمل محشي او عايزه اعمل اي طاجن او اعمل خضار، بيدي كده للحاجه اللي انت هتعمليها نكهه كده جميله، وبيخلي طعمها مميز جدا. او لو عايزه تعملي كبده، عايزه تعملي سجق، اي حاجه انت بتعمليها، حطي كده قرنين من الفلفل دول في قلب الحاجة اللي انت بتعمليها. زي ما قلتلك بتعزز من طعم الحاجة جدا وبتخلي طعمها مميز جدا. جربوها وانتوا ان شاء الله هتنبهروا بجمالها. وزي ما انتوا شايفين كده انا بفرم الشطة لغاية لما بقت ناعمة معايا تماما، وبقت زي اللي احنا بنشتريها من بره. بل بالعكس، اللي انت بتعمليها في البيت بيكون لونها جميل جدا، وبيكون طعمها كده حراق ومولع نار. وعلى فكرة في ساعات كتير بنشتري الشطة من بره ومنلاقيهاش حراقة قوي، وده بسبب ان هما بيضيفوا عليها مكونات علشان تبقى سعرها رخيص كده ويكسبوا فيها فلوس اكتر. فليه نشتري شطة كده من بره وهي مضاف عليها مكونات احنا منعرفش ايه هي، واحنا بايدينا نعملها في البيت وتطلع احلى من اللي احنا بنشتريها من عند العطار ب100 مرة. عايزاكم تجربوها. لو عجبتكم بقى الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين اجرب معاكم اي وصفة اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله اجربها معاكم. واستنونا مع فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى تزورونا على الصفحة وتشوفوا الوصفات الجميلة اللي انا عاملاها معاكم. شكرا جدا على المتابعة.